بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة عايز أتكلم عن موضوع محبب إلى قلبي جدا جدا، وهو ميزة مصر. مصر فيها ميزات كتير، لكن أنا هتكلم على حاجة واحدة، أولياء الله الصالحين. الكلمة دي بنسمعها كتير في الأفلام العربي، لما يجي حد من أهالينا في الريف يبقى عايز يعمل زيارة لأولياء الله الصالحين. حقيقة مرة منذ أيام ذكرى شهيد الحسين رضي الله عنه، وده برضو ليه جزء سياسي وليس كله ليه صلة بالحالة الدينية للشعب المصري. الأزمة اللي تعرضت لها الدول العربية والتفريق في المذاهب ما بين سني أو ما يسمى سني وشيعي، الحالة دي ما كانتش موجودة في مصر بكل المقاييس. مصر ما تقدرش تقول عليها لا سنة ولا شيعة. مصر دولة سنية ومن محبي آل البيت، تجمع الحسنتين وتجمع الفضلين، وهي حب آل البيت. طبعا المشهورين منهم للعامة سيدنا الحسين، السيدة نفيسة، السيدة رقية، السيدة عائشة وإلى آخرهم من المقامات الصالحة. ظهرت وضربت بعض فصائل المتأسلمين الفكرة الذهبية عند المصريين. يمكن لما كنا بنسأل الكبار في عيلتنا واحنا أطفال يعني ايه شيعة ويعني ايه سنة، الحقيقة ما كناش بنلاقي إجابة، لأن احنا فعلا لا كده ولا كده. احنا لنا مزاجنا الخاص وحبنا لربنا ليه طقوس لا تخرج عن صحيح الدين بأي حال من الأحوال، بل هم الذين خرجوا بادعاءات باطلة من هنا ومن هناك. نجد الدولتان الراعيتان لتفتيت العالم العربي، إيران الدولة الصفوية التاريخية الفارسية قبل الإسلام كانت دولة مجوسية، وتركيا قبائل من آسيا الوسطى عملت الدولة العثمانية، بيحاولوا يكسروا في الدول العربية والإسلامية بتلك المزاعم بأنهم أهل سنة وأهل شيعة، ولكن في الحقيقة هم أهل غزو. كل التخريب اللي بيتم في الدول العربية نتيجة هوى البعض من الفاسدين في الفكر وفي التفكير، الذين خرجوا عن الإجماع العربي. يمكن اتكلمت في حلقة سابقة عن الوسطية في العالم العربي، لكن احنا بنتكلم على الحالة المصرية هنا. نجد كل المقامات ولها كل الاحترام، لها تقديس خاص عند المصريين، ولها ترحيب ولها مزاجية خاصة واهتمام خاص من جانب المصريين. ما يعرفوش التفرقة والطائفية التي يحاول هاتين الدولتين أو هاتان الدولتان زراعتها في المنطقة زرعا في نفوس المواطنين، ولكن احنا طريقة تفكيرنا وحبنا ومشاعرنا الدينية بتتجه إلى الحالة الطبيعية المتوارثة، لكن نجد هناك نشاز يمينا أو يسارا. ولكن أعتقد برضو من مفكرين الإسلاميين والأزهر الشريف والمؤسسات الدينية المحترمة أن توقف التطرف في أي اتجاه. سيكسب المصريين. المصري أو الشعب المصري هو اللي هيكسب في النهاية، وهي دي مصر في حالتها دائما وأبدا. ربنا يحفظ مصر، ربنا يحفظ بلدنا ويحفظ جيشنا، ودمتم بخير.